الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نشرع في الإجابة على سؤال: هل يجوز للمسلم السني أن يتزوج شيعية بكرا أو سيبا؟ والإجابة إن أكثر علماء أهل السنة والجماعة من الموثوق بهم والمحققين ذهبوا إلى تكفير الشيعة الاثنا عشرية، ومنهم من ذهب إلى أن الشيعة الروافض إنما هم أسفه وأكفر وأتفه مذهب موجود في العالم، ومنهم من جمع بين كفرهم وكفر الهنود لأنهم أسفه الناس من حيث العقيدة. والذي ذهب إلى تكفير الشيعة الروافض لتكفيرهم لأصحاب النبي فكانوا أشد خطورة وأخطر وأشد ضررا على الأمة من اليهود والنصارى لتكفيرهم الصحابة ولسبهم وقذفهم وطعنهم في عرض سيدنا رسول الله وتكفيرهم وسبهم للشيخين الكبيرين العظيمين أبي بكر وعمر، فحرموا الزواج. وبعدين في واحد ممكن يقول لي أو يكتب لي يقول لي: يا أخي أنت بتكفرهم إيه؟ الكلام ده مش مظبوط. لا، هسمعك بس كلام واحد منهم وهنرجع تاني عشان نقطع الأمر والقول في هذا المجال. كل سني ابن تيمية، كل سني ناصبي، كل سني مأبون إلا أن يتشيع فترفع منه هذه الأبنة. كل سني ابن حرام بعقيدتنا. أنا أقول لك يا وأنت أخي السني يد بيد لا سلاح باليد. لا والله ما أكذب عليك، أنا إنسان جئتكم بكتاب الإنصاف. أنا ما أصير شيعي نغر أقول لك أنتم إخواننا وأحبابنا. نعم، بالاجتماعيات، بالعيشة، بالجورة، نعم أسلم عليك، أصلا ما عندي مشكلة. أقول السلام عليكم بعد عائشة على الجبل ولا نزلت، ما عندي مشكلة. لكن أتكلم كعقيدة، كفكر كتبنا تقول أنتم أبناء حرام، أنتم أبناء بغاية، أنتم شياطين الأرض، أنتم شياطين الإنس، أنتم الشياطين، أنتم إبليس يتعلم منكم، أنتم الوهابيون عندكم فقراء، أنتم أي نعم كلكم. أي شخص سني متبع السنة والجماعة، أي شخص ناصبي يجعل أبو بكر خليفة على علي، أي شخص نجس ناصبي يقول عائشة شريفة عرض رسول الله وهي امرأة. إذن هم يكفروننا، يكفرون أهل السنة والجماعة، يكفرون مخالفين. كل من خالفهم وكل من رفض سب الصحابة وتكفير الصحابة وسب أبا بكر وعمر وعثمان، وكل رفض أن يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من ترضى عن الصحابة وترضى على أمهات المؤمنين، إذن هو بالنسبة إليهم كافر. ولو قالوا غير هذا أمام الكاميرات فإنها من التقية عندهم، والتقية عندهم فرض. إذن نقول بتحريم زواج السني من شيعية سواء كانت بكرا أو سيبا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.